الشكر. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لجنة الانضباط أصدرت أمس سلسلة من قراراتها اللي أعلناها البارحة في الحلقة. نوضح أنه القرارات كانت على التالي: إيقاف لاعب نادي الاتحاد إبراهيم هزازي 6 مباريات، إيقاف لاعب النادي الأهلي منصور الحربي 4 مباريات، إيقاف لاعب الاتحاد أسامة المولد وأحمد عسيري مباراة واحدة لكل منهما. هذه القرارات اللي أصدرتها لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. تعال نشوف تطبيق العقوبة كيف راح يكون على منصور الحربي لاعب. لا طيب ناخذ تطبيق العقوبة على لاعبي نادي الاتحاد. طيب نبتدي لاعب الاتحاد. 6 مباريات إبراهيم هزازي، أحمد عسيري مباراة، وأسامة المولد مباراة. الإيقاف سيكون آسيويا فقط، وذلك اعتمادا على المادة رقم 39 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 2. بعد 24 شهر إذا لم يشارك الاتحاد في دوري أبطال آسيا تسقط العقوبة نظرا لعدم المشاركة الآسيوية. أي لاعب ينتقل لفريق مشارك في البطولة الآسيوية ستنفذ بحقه العقوبة. يعني إبراهيم هزازي لو انتقل للاتفاق أو الهلال أو الشباب أو الأهلي اللي هم الأندية المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا راح يتم تطبيق العقوبة، ويشمل الأمر أحمد عسيري وأسامة المولد. نشوف لائحة وين لاعيبة الأهلي؟ طيب تطبيق عقوبة منصور الحربي. عقوبة منصور الحربي أوقف مباراة آسيوية اللي هي المباراة النهائية اللي كانت أمام أولسان، باقي له 3 مباريات، سيوقف في أول 3 مباريات رسمية اعتمادا على المادة 38 فقرة سي. الأهلي طبعا إيش الفرق بين المادة 38 فقرة سي والمادة 39 فقرة 2؟ مادة النادي الأهلي تقول الأهلي طبعا المادة 38 فقرة سي بما أن اللاعب بدأ التطبيق فبالتالي يستكمل البطولة، يستكمل العقوبة على طول في أول بطولة موجود فيها سواء محلية أو دولية. الأهلي أرسل استفسار الآن للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبغى يعرف إيش اللي صاير في الموضوع. اللاعب منصور الحربي لاعب النادي الأهلي لن يشارك غدا أمام الرائد احتياطا حتى ورود الرد. لائحة الانضباط الآسيوية المادة 38 فقرة 2 تقسيم سي هذه اللي انطبقت على الأهلي. إيش تقول المادة هاي في لائحة الانضباط؟ في البطولات الآسيوية ترحل العقوبة مع اللاعب في أول مباراة رسمية له. واستفسار الأهلي كان يبغى يعرف بالضبط ماذا يقصد بتعريف المباراة الرسمية عشان ما تصير سالفة السعران اللي صارت عليها قضية وجدل بين الشباب والأهلي. المادة 39 فقرة 2 اللي هو القرار الخاص بالاتحاد واللي خاص بأسامة المولد وإبراهيم هزازي وأحمد عسيري هي مادة خاصة بتحديد العقوبات وتطبيقها. نص المادة يقول العقوبات تحدد بالمناطق الجغرافية أو تصنيف البطولات والمباريات. حدد تطبيق العقوبة في نفس البطولة التي جرت بها المخالفة. طيب المادة 19 فقرة 2 اللي هي خاصة بنادي الاتحاد في لائحة الانضباط تقول مادة خاصة بتحديد الفترة الزمنية لتطبيق العقوبة. العقوبة تطبق آسيويا خلال أول 24 شهر، 24 مباراة أو 24 شهر. يعني نعطيكم ملاحظة تعريفية: لو الاتحاد لم يشارك آسيويا لعامين متتاليين قادمين راح تسقط العقوبة عن اللاعبين ولا ترحل محليا. أي لاعب من اللاعبين الثلاثة اللي هم أسامة المولد، أحمد عزيري، إبراهيم هزازي المفروض عليهم العقوبة لو انتقل لفريق غير الاتحاد، ولو كان الفريق مشارك في دوري أبطال آسيا يجب على اللاعب تطبيق العقوبة. اللاعب لا يطبق هذه العقوبة أيضا في المنتخب السعودي الأول.